السلام عليكم. سأتحدث عن كشف جيني يربط أصول قدماء المصريين بالمغرب. المغرب، أرض الجذور العميقة والتنوع الثقافي، يحمل في ترابه سر أقدم إنسان عاقل عرفه التاريخ منذ 300 ألف سنة. اليوم، تضيء دراسات جينية قصة المغرب كمهد للإنسانية وملتقى حضارات، من وادي النيل إلى بلاد الرافدين. فهل أنتم مستعدون لرحلة تعبر الزمن من قلب المغرب؟ في جبل إيغود بالمغرب، عثر العلماء على بقايا أقدم إنسان عاقل في العالم، تعود إلى 300 ألف سنة. هذه الجماجم والأدوات الحجرية تؤكد أن المغرب كان مهدا للإنسانية، حيث تشكلت جذور الأمازيغ، الشعب الأصيل لشمال أفريقيا. لكن القصة لا تتوقف هنا، فالجينات المغربية امتدت إلى مواقع أخرى مثل النويرات بمصر، حيث عثر على بقايا رجل من عهد الدولة القديمة قبل 4500 سنة. تحليل جيني دقيق نشر في مجلة نيتشر يوم 2 من هذا الشهر 2025 كشف أن 80% من بصمة هذا الرجل المصري تعود إلى جماعات مغربية قديمة، مع نسبة متبقية تربطه بشعوب بلاد ما بين النهرين. هذا يؤكد أن المغرب لم يكن محض موطن للأمازيغ فقط، بل مركزا لتفاعل بشري عميق ربط شمال أفريقيا بوادي النيل وبلاد الرافدين قبل آلاف السنين من قيام الإمبراطوريات الكبرى. إن المغرب، بثروته الثقافية وتاريخه العريق، كان قلبا نابضا لتحولات بشرية وثقافية، حيث تشكلت هوية الأمازيغ الأصيلة، محافظة على لغتها وتراثها، ومتفاعلة مع حضارات الشرق والغرب. فماذا تعني هذه الاكتشافات؟ أولاً، إنها تظهر قوة العلم في كشف أسرار التاريخ. الجينات هي مثل كتاب صامت يروي قصص أجدادنا، ويؤكد أن المغرب كان مهدا للإنسان العاقل ومركزا للتفاعل البشري. في جبل إيغود، عثر العلماء على بقايا تعود ل300 ألف سنة، تثبت أن المغرب كان موطنا لأقدم إنسان عاقل. وهذا يربط جينات الرجل المصري في النويرات بجذور مغربية عميقة، مؤكدا دور المغرب كمصدر للجينات والثقافة في شمال أفريقيا. وقد يتساءل البعض، أليس الأمازيغ من أصل يمني أو عربي؟ الأدلة الجينية من جبل إيغود والنويرات تناقض هذه المزاعم. الأمازيغ شعب أصيل في شمال أفريقيا، مع جذور تمتد لعصور سابقة لأي هجرة محتملة من اليمن. نعم، تفاعل الأمازيغ مع حضارات الشرق الأوسط، وتبنوا اللغة العربية والإسلام، لكن هويتهم ظلت مغربية عميقة الجذور، متجذرة في تراب هذا الوطن. ثانياً، هذه الاكتشافات تبين أن المغرب كان ملتقى حضارات، يربط أفريقيا بالشرق الأوسط. ويرى العلماء أن توسيع الأبحاث في مواقع أخرى بالمغرب وشمال أفريقيا سيعطينا صورة أوضح عن هذا التاريخ العريق. في النهاية، يظل المغرب بجذوره العميقة وتاريخه الإنساني الضارب في القدم رمزا لوحدة البشرية. اكتشفوا من خلال جينات أجدادنا، من جبل إيغود إلى النويرات، قصة تفاعل إنساني امتد من المغرب إلى بلاد الرافدين. هذا التاريخ يذكرنا بأننا، رغم المسافات، كنا وما زلنا أقرب مما نظن. فهل تغير هذه المعطيات نظرتكم إلى المغرب وتاريخه؟ شاركونا آراءكم. إلى اللقاء.